صباحكم خيرات حسان أو مساكم خيرات حسان. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد يا رب علينا وعليكم وعلى كل حبايبنا، يكون مليان بالخير والبركة يا رب، اللهم آمين. عيد يعني أجازة، يعني لمة عيلة. أجزنا وبقينا في المصيف أو بقينا في الصيف، ففي برضه لمة عيلة وخروجات وزيارات. الناس بعد تسألني كتير نعمل ايه في لمة العيلة. بنبقى رايحين مبسوطين وفرحانين وبنرجع متنكدين وزعلانين. يا رب ما يجيبش زعل يا رب. بس خليني اقول لكم على حاجة لطيفة جدا في لمة العيلة. لمة العيلة يا جماعة يعني بابا وماما واخواتي، يعني خليني اقول ان مهما حصل في من جوانا مشاعر بتربطنا بالناس دي، وده حقيقي. كل اللي مطلوب مني ان اعرف ازاي اتعامل مع ده. خدوا بالكم، في حاجة مهمة جدا جدا لازم نبقى واخدين بالنا منها وفاهمينها كويس، هو ان انا مش هقدر لا اغير بابا ولا ماما ولا اخواتي ولا قرايبي. هما دول عيلتي، مهما عملوا فهم عيلتي. ايه اللي انا اقدر اغيره؟ اللي انا اقدر اغيره هي البيهيفير بتاعتي، التصرفات بتاعتي. هي دي اللي هتخلي سيستم العيلة يتغير، او حاجات كتيرة هتتغير لما انا ابدأ اغير التصرفات بتاعتي. يلا نديب كده ونشوف هنعمل ايه النهارده. الفيديو هيطول شويه، استحملوني، بس صدقوني انا متاكده ان انتوا هتستفيدوا منه. يلا بينا. طيب، مؤخرا انا كنهى في الكام سنه الاخيره لما بدات ارسم حدود، بدات اشوف ان الاجازات دي ولمه العيله بقت وقت حلو قوي 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 ابراكتس فيه الباوندرز بتاعتي، او اتدرب على الحدود بتاعتي، اتدرب على السيلف كنترول لنفسي، وفي نفس الوقت بينمو عندي او بيزيد عندي الريزيلينس اللي هي ال بيسموها ايه، خلينا نشوف انا ايه، المرونة النفسية. بتزيد عندي المرونة النفسية، وبيبدأ كمان بشوف التريجرز اللي بتحصل دي، فبتدرب او بتراك التريجرز اللي عندي، تمام كده، وابدأ اشتغل عليها مع نفسي. ده مؤخرا. قبل كده اكيد هكون عامله زيكم بالظبط، كلنا بنبقى متضايقين وبنروح مبسوطين وبنرجع فعلا زعلانين. لكن مؤخرا بعد ما اتدربت على الحدود وبدات ادخل فيها وارسمها، بقيت احس انه فعلا بحب قوي لمه العيله، بحب قوي الزيارات واشوف الناس اللي نازله من السفر و ليه. ببدأ أميجر، أقيس مدى تطوري في الحدود، مدى تطوري مع نفسي، ازاي بدأت اتعامل، ازاي بدأت يبقى في رد فعلي شكله ازاي، ايه التريجرز اللي بدأت تظهر والتريجرز اختفت. فبحس ان هي بتديني انا انبساط كده، ببقى مبسوطة وفخورة بنفسي لما بشوف التطور اللي حصل لي مع الفترة دي. فخدوها مني اللقطة دي وبنبدأ نشتغل على الحتة دي، تمام. دي بالنسبة لي الفترة بتاعتي أنا في الفترة دي، ونحن ممكن ناخدها بهذه الطريقة، وأنصحكم تاخدوها بهذه الطريقة زي ما أنا واخداها بالظبط، هنرتاح كتير. بدأت أخد الفترة دي على إني بدأت أعبر عن الشخصية بتاعتي الجديدة بعد ما بدأت أرسم حدود. وخليني برضو في لقطة كده بتحصل خدت بالي منها قوي واعتقد انتوا هتاخدوا بالكم منها اول ما اعمل لكم منشن ليها. اللقطة بتاعت ايه، احنا كبرنا واتجوزنا وكل واحد بقى عنده بيت ومسؤول ويحس انه نضج كده وبقى ليه قرارات وبقى ليه، بس سبحان الله بتحصل لقطة كده، يعني متفهميش هبل بيحصل، المهم ان احنا بيحصل ان انا بمجرد ما رجلي بتدخل او بتيجي عتبة باب العيلة، باب بيت بابا، بيحصل ان انا برجع، ان احنا معظمنا بيرجع تاني لفترة الطفولة. وده حقيقي على فكرة، بنرجع لمشاعر الطفولة، بنرجع الفضا والانبساط والفرح واللمة واللعب، احنا بنرجع لده. بس هي الحقيقي مش بتقف قوي عند مشاعر الطفولة الحلوة اللي من غير مسؤوليات، لا هي اكشولي بتروح كمان ان احنا حتى في التعاملات بتاعتنا بتبقى تعاملات طفولية بنفس الخناق ما بيبقاش فيها نضج.
فاحنا عايزين بس نرجع لمشاعر الطفولة من غير ما نرجع للتعاملات الطفولية. احنا محتاجين احنا نتعامل بنضج شوية. وبالتالي ففي 4 نقط محتاجين ان احنا ناخد بالنا منهم بس كده واحنا رايحين في لمة عيلة، لمة أسرة، أيا ما كانت، لمة أصحاب بتوع زمان. لو احنا محتاجين نتعامل على أساس إن احنا بقينا كبار، نضجنا، كبرنا، فطبيعي يبقى التعاملات مختلفة. فبلاش اللي هي أول ما بستب إن باب بابا دي يحصل البربكة اللي بتحصل دي. محتاجين ناخد بالنا بس من اللقطة دي، بالنا بس، تمام؟ ان انا وانا داخلة انا هو انا زي دلوقتي، مش انا وانا صغيرة. طيب محتاجين ان احنا قبل ما نروح بيت بابا او بيت او اللمة بتاعت العيلة اللي احنا هنروحها، محتاجة ان انا اجهز نفسي ايموشنالي كده على مستوى المشاعر. مش ابدا خد بالك، مش اجهز نفسي ان انا خلاص بقيت متحفزة اهو، انا جاهزة اهو، ها اياك حد يكسر حدودي، هشوف بقى مين حدوده اللي هتمشي المره دي او كلمته اللي هتمشي المره دي، اياك يرد عليا بالشكل فيه، اياك تقول لي مش عارف ايه. لا، ده تحفز، ده مش تجهيز نفسي، ده بيعمل عليا ضغط، ده بيعمل عليا تشالنج كبيره قوي. خدوا بالكم، عندي حاجتين 2 انا محتاجه اخد بالي منها في الاجازات وخصوصا زيارات العيله. ان انا يا اما هاخدها بيرسونال تشالنج، تحدي بالنسبه لي، مين اللي هيفرض سيطرته مثلا، او تحدي داخلي عندي، وبالتالي ده هيعمل عليا ضغط جامد داخلي وهيبقى الانفجار فيه سريع. او ان انا اخدها بيرسونال ترانسفورميشن، اللي هو تحول شخصي. بس التحول ده الميزه اللي فيه ان هو بيبقى بالتدريج. عشان كده بقول لكم كل مره دلوقتي بروح فيها البيت العيله ببقى مبسوطه ان انا بعيد حساباتي، برفلكت على اللي حصل. فميزه انها تبقى بيرسونال ترانسفورميشن هي ان انا ببقى واخداها براحتي، فبتلاقيني مرتاحه، فانا مجهزه مشاعري ان انا رايحه انبسط، انا رايحه اقابل بابا، رايحه اقابل ماما، رايحه اقابل عيلتي اخواتي، نقعد وننبسط ونفرح بقعدتنا ونكون ذكريات حلوه. ده التجهيز المشاعري او الايموشنال، على مستوى الايموشنال اللي انا بتكلم عليه. فخلينا عند النقطه دي بس، بلاش الكيلو النقطه التانية دي على جنب، تمام؟ طيب اول نقطه انا محتاجه اتعامل بيها او اخد بالي منها وانا رايحه بيت عيله، وانا رايحه تجمع عائلي في اجازه، هي لقطه انه don't play the old role that you used to play. ما تلعبيش او ما تلعبش الدور اللي انت اتعودت انك تلعبه وانتي صغيره. احنا اتفقنا ان احنا كبرنا، بس اول ما بنستب ان فاميلي دور مثلا بتحسي ان في حاجه بتختلف، مشاعرنا بتظهر حاجات كتير، وبالتالي بيحصل ان بيبقى فيه باترنز كانت بتبقى موجوده. زي مثلا في ناس كانت متعوده ان هي تكنترول ناس، فهي بترجع تاني بتكنترول، هي مش واخده بالها انه الناس دي كبرت خلاص، مش هيقدروا يبقى في نوع من يعني خلاص مش هيتقبلوا الكنترول ده. في فكره ان انا اللي باخد بالي من التفاصيل كلها، فانا لازم اخد بالي من ده ومن ده ومن ده ومن ده. في ناس بتلاقيها الباترنز بتاعتها ان هي عايزه كل حاجه تبقى كويسه، everything is okay، بتطبطب على ده، تسكت ده، تدي ده فلوس، تريح ده، المهم ان لازم تبقى كل حاجه هاديه زي ما هي، فبتعمل الضغط. it's an old pattern. ممكن يكون في اخ او اخت بيبقى used to be abuser مثلا، فبيستمروا في ده. خدي بالك وخد بالك من الاولد باترنز اللي انتوا كنتوا بتعملوها مع بعض وانتوا صغيرين، وبليز وقفها عند باب البيت وبلاش نكررها او نرجع لها. احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا بقينا كبار، فانا باكسبريس ماي نيو نهى او نيو فيرجن او نيو يو، ان انا في حاله النضج بعد ما رسمت الحدود، وبالتالي انا بقيت فاهمه انا عايزه ايه ومش عايزه ايه. فديس از بلاش نفس ردود الافعال اللي كنت بعملها وانا صغير، بلاش نفس النقاشات اللي كانت بنفس الطريقه، تمام؟ قلنا خلينا نقف بس عند حته ان احنا نرجع بمشاعرنا مش بتصرفاتنا الطفوليه وردود افعالنا. دي رقم 1.
ودي لازم ناخد بالنا منها. كل المطلوب منك شوفي الباترنز، وشوفي الباترنز اللي كنتوا بتعملوها، وحاولوا على قد ما تقدروا تاخدوا بالكم منها وتوقفوها. ده رقم واحد. رقم اتنين اسمها ايه؟ don't take a bait. don't take a bait يعني ايه؟ ما تبلعش الطعم، زي ما بنقولها كده بالدارج، ما تبلعيش الطعم. يعني ايه ما تبلعيش الطعم؟ خلينا نتفق او نختلف، مش هتفرق، بس خلينا نتقبل ده، انه في بعض الاشخاص في العيله family members بيكونوا هم الناس اللي ايه، دايما بيتصيدوا الاخطاء، دايما بتلاقيهم بيتفننوا في ان هم يحسسوكي بتأنيب ضمير، دايما بتلاقيهم يعملوا من الحبة قبة وتريجر ايشوز كده، ومشاكل ممكن تظهر في النص فجأة. بيعملوا ايه؟ هم عاملين زي الصيادين، هم قاعدين كده متربصين لكل هفوة ممكن ده، فبتلاقيهم بيرموا السنارة وانتي بتاخدي الطعم. فبلاش تاخدي الطعم بقى وتبداي بقى تدخلي في ديبيت ولا وما حصلش. يا اما بترجعي الباترنز قديمه، ان انت بتبداي تبرري كتير، او بتزودي شرح وتفهمي وتعملي عشان تقولي ان ده مش انتي. بلاش تاخدي الطعم، ما تبلعيش الطعم، سيبي اللي يتكلم. كل واحد ليه حق ان هو يقول رايه، كل واحد يقول حق ان هو ما تعمليش رياكت على اللي بيحصل. لو انت ما عملتيش رياكت، يعني ما تفاعلتيش مع اللي بيحصل، الدنيا هتهدى، هينبطوا زي ما بنقول، هيسكتوا. هتستغربي جدا انه ما بقاش، يعني عارفه اللي هبطتي الدنيا، رميتي ميه على النار، خلصت. تفاعل، اتكلم، ممكن يبقى رد فعلك بصه، تمام، رأيك. الموضوع مش مستاهل اكتر من كده. الموضوع ان انت اللي ما يحصلش من عندك رياكت لده، هي دي الفكرة. وبالتالي احنا احيانا كتير بنقلق من ان الكلام ده بابا او ماما ياخدوا انه الكلام ده مسلم بيه، وان انتي كذا وكذا يا نوع، وان ده كذا. جرينا ورا الناس بتعكس ده، هيخلينا نروح في سكة تانية خالص انا في غنى عنها، مش محتاجينها دلوقتي. فبلاش ليه؟ ما تاكليش الطعم وخلاص يا ستي. عايزه سمك، روحي هاتي سمك من اي حته، بس ما تاكليش من عندهم السمك. حلو الكلام. الحاجة التالتة ودي مهمة جدا جدا، هي فكرة، ودي عجبتني قوي، سمعتها من مير روبنز. ومير روبنز تعتبر من الرول مودلز بتوعي. مير روبنز كانت بتقول imagine او visualize كده. visualize دي ما علينا، المهم يعني تخيل انه وجودنا في بيت العيلة زي طريق زحمة. فيه ايه؟ في عربيات رايحة جاية، وفي ناس مشاة واقفين بره، واقفين على الطريق، بيعملوا ايه؟ بيتفرجوا على الناس اللي رايحة واللي جاي، صح كده؟ فمير روبنز كانت بتقول be a pedestrian, don't be a passenger. يعني خليك من الناس اللي واقفة على المشاة دول، الناس المشاة اللي واقفين بيتفرجوا على الناس الركاب العربية اللي رايحين جايين. ركاب العربية دول هو ايه؟ عمالين يتناقشوا، مشاكل بيتكلموا فيها، خناقات حصل كذا وما حصلش كذا، اللي عيال بيتخانقوا مع بعض، عمالين يعملوا مش عارفه ايه، دي قالت دي عادت، بصت ازاي. خليكي في المشاة بيدسترين، قاعده بتتفرجي على اللي بيحصل. ميزه ان انتي في المشاة خفيفه، شنطتك على كتفك، وقت ما تحسي ان في بدات بقى ماما تديكي بقى تأنيب ضمير، هي بترميلك السنارة عشان تركب العربية وتمشي معاهم في السكة، كلام رايح رد جاي، كلمة رايحة كلمة جاية، ونبدأ ندخل في جدال ونقاش احنا في غنى عنه، والخروجة او اللمة اللي احنا كنا عايزينها بننبسط بقينا واخدينها في سكة تانية خالص. فاللقطة دي حلوة جدا 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 على المستوى الشخصي. انا لما بقيت اطبقها بقيت ارتاح جدا جدا. هعمل اللي انا عايزه اعمله، هقول الكلام اللي انا عايزه اقوله، مش هرد على الكلام اللي انا عايزه ارد، وبتلاقيني قاعده سلام عليكم، انبسطنا، مع السلامه. نصيحه مني طبقيها. الحاجه الرابعه والاخيره اللي احنا محتاجين نفهمها كويس قوي او ناخد بالنا منها هي الامباثي. empathy is your superpower. يعني ايه الامباثي is your superpower؟ الامباثي عبارة عن ان انا بحس مشاعر، بتعاطف مع الاشخاص اللي قدامي، بتعاطف مع ماما ومع بابا، ناس كبروا في السن فعايزيننا نبقى متواجدين معاهم، فدايما بيحسسونا مثلا بتأنيب الضمير، انتي وانتي وانتي.
احساسي ان هم ممكن يكونوا عندهم مشاعر جوه مش قادرين يعبروا عنها، فبيعبروا عنها بالغضب او بالتأنيب او بان هم يجرحوا او لما انا بتفهم ده، الرد هيكون ايه؟ لا والله يا ست الكل، ده انتي اول واحده هاجيلها، ده انتي بس انتي تأمري. اجي الاقي واحده تانية بتيجي تقول لي ايه يعني يا نهى اسيب بيتي وولادي وجوزي واروح اقعد بقى، ما خلاص. لا طبعا مش كده، هي نفسها لا ماما ولا بابا محتاجين كده، محتاجين ان انت تبقي امباثي معاهم، محتاجين ان انت تقول لهم ده انت ومفيش منك اتنين، انت تأمري. في وقتها بيبقى في مشاعر جوه محتاجه حد يطبطب عليها، مش عارفين يعبروا عنها. ممكن اخ من الاخوات يبقى متعصب وشد وزعق وعمل كل ما هنالك، انه كل الحكايه هي لقطه انه ممكن يكون كان بيستراجل في ظروف الدنيا اللي احنا فيها، عنده مشاعر مش قادر يتكلم عنها فحصل مع ابسط حاجه عملها تشالنج زي بيرسونال تشالنج، فمع ابسط حاجه انفجر. اللي هيحصل ايه؟ انا لو بمارس الامباثي هتلاقيني ببساطه شديده هقول له طيب انا فاهمه ان انت متعصب، انا فاهمه ان انت مضغوط، انا فاهمه ممكن نيجي ونتكلم مع بعض، لكن بلاش الطريقه دي في ان انت تزعق او تشخط او تشتم او whatever. فانا هنا عملت حاجتين، انا مارست الامباثي وطبطبت واديت اللي قدامي مساحه ان هو حد حاسس بيه، حد شايفه، حد سامعه. الحاجه التانية انا مارست الحدود بتاعتي، بلاش تتعامل معايا كده، بلاش ترد بالشكل ده، انا حطيت الحدود بتاعتي. فبالتالي انا مارست ده. عشان كده بقول لمة العيلة بيبقى فيها الممارسة دي، وان انا يعني بطور في نفسي بشكل حلو قوي، فخدوها بناء على هذا. الامباثي من الحاجات الجميلة جدا. وتعالوا نعمل ريكاب كده سريعا عشان لمة العيلة بتاعتنا تبقى احلى ما يكون، ونطلع بذكريات وضحك واصوات الضحك تفضل موجودة معانا. اول حاجة مطلوبة مننا مطلوب مني ان انا ملعبش نفس الدور اللي انا كنت بلعبه وانا صغير، اشوف الباترن اللي انا بكررها واوقفها، بلاش العب نفس الدور. انا كبرت ونضجت ورسمت حدود وبقى ليا شخصيه جديده، يبقى express yourself بالنيو فيرجن بتاعك. ده رقم واحد. رقم اتنين don't don't take a bait، او ما تاكليش الطعم، ما تبلعيش الطعم، خلي الكلام على القد وبلاش يبقى فيه رياكت كتير او تفاعل كتير في النقاشات. تالت حاجة هي be a pedestrian not a passenger، او خليكي من الناس اللي موجودين على المشاة بيتفرجوا على الطريق والنقاشات اللي رايحة وجاية، هيبقى سهل ان انت تخرجي بسهولة. رابع حاجة الامباثي is your super power في التجمعات العائلية. فكرة انك تسمعي اللي قدامك، تديله فرصة يتكلم، ده بيخليه يوقع الماسكات اللي هو حاططها من العصبية او القوة او whatever او التحكم، ويبدأ يبقى فيه الود والرحمة والقرب والتفاعل. يا رب تكون اجازة سعيدة، لمة عيلة اسعد واحلى ما يكون. خلي عندك personal transformation وبلاش يبقى عندك تشالنج. خلينا نشوف ايه اللي هنقدر نعمله في لمة العيلة المرة دي. وحقيقي بتمنى انه لو نقطة واحدة من الاربعة اللي انا قلتهم فرقت مع اي واحدة فيكم، ادعولي النهاردة كتير كتير وما تنسونيش. كان معاكم كوتش نهى موسى، باوندري كوتش وريليشن شيب كوتش. اشوفكم على خير وكل سنة وانتم طيبين.